مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه بعض المستجدات بخصوص البرنامج ديال الدعم المباشر المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى اللي عندهم يعني الأيتام، ويكونوا شريطة أنهم يكونوا كيتابعوا الدراسة ديالهم. الجديد يعني هاد السنة هذه، يعني كما كنعرفوا أن هاد الدعم ديال النساء الأرامل يعني ماشي جديد، ولكن بالنسبة لهاد السنة ديال 2023 يعني كاين بعض المستجدات اللي إن شاء الله غادي نشوفوها في هاد الفيديو هذا. كما كنعرفوا أن هاد الدعم هذا يعني على غرار باقي برامج الدعم اللي عاملاها الحكومة. يعني هذا الدعم هذا على غرار برنامج تيسير اللي الهدف ديالو هو التصدي للهدر المدرسي ومحاربة الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة للأطفال. هذا البرنامج الدعم ديال المباشر للنساء الأرامل في وضع هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى كيجي في سياق صيرورة هذه الدينامية المتصاعدة الهادفة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة، خاصة لفائدة بعض الفئات المعوزة. إن شاء الله كما قلنا أنه في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا المستجدات الخاصة بهذا النظام، بهذا النظام ديال هذا الدعم أو هذا برنامج الدعم الخاص بالنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. يعني المستجدات ديال هذا العام هذا، بما أنه يعني كانوا كيطلبوا كوثيقة رسمية أنه تكون بطاقة الرامد، بما أن الرامد يعني ميبقاش يساري المفعول حاليا، فولا ضروري يكون الأسرة مسجلة في السجل الوطني للسكان، ويكونوا مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، ويكون عندهم الآمو تضامن، يعني كيستافدوا من الآمو تضامن، ويكون عندهم في المؤشر يعني 9.32 أو أقل من هذا الرقم من هذا المؤشر، باش يمكن لهم يستافدوا من هذا الدعم هذا اللي كيوصل للأسرة ل 1050 درهم، يعني على أساس 350 درهم لكل فرد. ف صراحة يعني راه الدولة عاملة مجموعة من الحملات الإعلانية بخصوص التسجيل في السجل الوطني للسكان، وكذلك التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يعني باش الأشخاص يعني اللي باغين يستافدوا أنهم يكون عندهم الحق في الاستفادة من هاد البرامج ديال الدعم. فكما كتشوفوا هنايا الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة، كما غنشوفوا هنايا في هذا الفيديو هذا، يستفيد من دعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى اللواتي تتوفر فيهن الشروط التالية: إثبات وضعية الهشاشة من خلال التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، واستيفاء أحد الشرطين التاليين: الحصول على، يعني الشرط الأول الحصول على تنقيط في السجل الاجتماعي الموحد يقل أو يساوي العتبة المحددة في 9.32. الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المتضامن. أيضا عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج تيسير. التكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين المهني وحد السن 21 سنة اليتامى المصابين بإعاقة. يعني هنا الأطفال اللي هما كيعانوا من الإعاقة يعني ما يخضعوش لهذا الشرط ديال السن اللي هو 21 سنة بالنسبة للأشخاص يعني اللي عندهم الإعاقة. غادي نشوف واحد المجموعة من الأسئلة اللي إن شاء الله حتى هي كتصب في نفس الموضوع في نفس البرنامج ديال الدعم.
يعني شكون اللي عندهم الحق يعني في الاستفادة من هذا الدعم المباشر؟ يعني كما قلنا الأرملة في وضعية هشة ولها أطفال يتامى تحت حضانتها. قبل ما ندوزو لهاد الأسئلة غير بغيت نذكر بالشروط اللي هي أساسية. يعني كيخص يكون الأسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ويكون عندها المؤشر يعني أقل من 9.32 أو يساوي هذا المؤشر، ويكونوا كيستافدوا من تضامن الخاص بالفئات، يعني بالأشخاص الغير قادرين على أداء واجبات الاشتراك، تضامن الخاص بالتغطية الصحية الإجبارية. وهادو هما الشروط الأساسية يعني، ويكونوا ما كيستافدوش من شي منحة أو من الدعم ديال البرنامج التيسير. وبالنسبة إن شاء الله غادي في الفيديو القادم غادي نشوفوا إن شاء الله الطريقة ديال التسجيل، ونشوفوا أيضا الوثائق اللي غادي نرفقوها مع ديك الاستمارة. يعني غادي نشوفوا إن شاء الله في الفيديو القادم الطريقة ديال تعبئة الاستمارة ديال الطلب، اللي إن شاء الله غادي نعمروها في البوابة النت. وإن شاء الله غادي نشوفوا الوثائق اللي غادي نرفقوها مع هاد الطلب هذا، باش نكونوا كوّنّا واحد موضوع أو محتوى خاص بهاد البرنامج ديال دعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن. نشوفوا الأسئلة يعني الأسئلة الموالية والإجابة ديالها. من يقوم شكون اللي غادي يتكلف بإيداع هاد الطلب؟ يعني كتولى الأرملة بصفة شخصية إيداع الملف لدى الملحقة الإدارية أو القيادة مصحوبة ببطاقتها الوطنية للتعريف، وإذا تعذر عليها ذلك لسبب قادر يقوم بإيداع ملف طلبها أحد أفراد عائلتها. بالنسبة للأرملة راه القانون واضح في التعريف ديالها، يعني تكون الأرملة في وضعية هشة يعني تكون غير خاضعة لأي نظام ضريبي باستثناء الضريبة على السكن الرئيسي، مع عدم الاستفادة من أي دعم أو معاش، وتكون يعني مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ويكون عندها المؤشر أقل أو يساوي 9.32، تكون كتستافد أيضا من تضامن. السؤال الموالي: من هم الأطفال الذين يخولون للأم الأرملة للحصول على الدعم؟ الأطفال دون سن التمدرس، الأطفال المتابعين للدراسة أو التكوين المهني البالغون أقل من 21 سنة، الأطفال في وضعية إعاقة دون شرطي التمدرس أو السن. العدد الأقصى ديال الأبناء الأيتام اللي يمكن لهم يستافدوا من هذا الدعم ينحصر هذا العدد في 3 الأطفال الوالة. ما هي الوثائق التي يجب الإدلاء بها؟ إن شاء الله غادي نتحدثوا في فيديو آخر يعني بالتفصيل في هذا الموضوع هذا، ولكن ما فيها بأس أننا نشوفوا الوثائق في هذا الفيديو هذا. يعني كاينة شهادة الوفاة، رسم الولادة ديال الأطفال الأيتام، شهادة الحياة الجماعية للأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية ديال أو مشاهدة متابعة التكوين المهني. وبالنسبة للأطفال اللي عندهم إعاقة كنزيدوا واحد شهادة طبية كتثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة. بالنسبة بالنسبة للمطبوع كنسحبوه من الموقع، يعني كنعمروا واحد الاستمارة، وكان نزيدوا معاه الوثائق اللي شفنا اللي هما هادو: شهادة الوفاة والزوج وموجز رسم الولادة للأطفال وشهادة الحياة الجماعية وشهادة مدرسية ديال التكوين أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية بالنسبة للأطفال كنزيدوها بالنسبة للأطفال اللي عندهم الإعاقة. وبالنسبة مبلغ الدعم يعني 350 درهم شهريا عن كل طفل، على أن لا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهم للأسرة الواحدة. بالنسبة كيفاش غنديرو نصرفو هاد الدعم؟ يعني يتم صرف الدعم عن طريق حوالة بريدية لدى وكالة البريد بنكية، هي الوكالة يعني المخول لها صرف هاد المنح أو هاد الإعانات ديال هاد الدعم ديال النساء المباشر ديال النساء الأرامل في وضعية هشة. شكرا لكم إخواني الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وما تنسوناش من الاشتراك في القناة والتعليق أسفل الفيديو. إن شاء الله في الفيديو القادم غادي نشوفوا طريقة كيفاش نعمروا الاستمارة ديال برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.